عزيزي وعزيزتي المشاهدة، الليلة عايز أتكلم لكم عن أعظم شخصية مسلمة في تاريخ أمريكا، محمد علي كلاي. لو سألتني يا عزيزي المشاهد عن أعظم شخصية مرت على تاريخ أمريكا منذ أن خلق الله البشرية قبل آلاف السنين، حقول لك محمد علي كلاي. وتعال اشرح لك القصة بتاعته يا محمد. قبل 83 سنة، أي في 17 يناير سنة 1942، اتولد كاسيوس مارسيلوس، واللي غير اسمه بعد الإسلام بمحمد علي. وشوف معي يا عزيزي المشاهد، في سنة 64 و74 و78 فاز ببطولة العالم للوزن الثقيل، وما في إنسان قدر يحطم الرقم القياسي إلينا اللحظة. دقيقة، يعني هو فاز في سنة 64 تمام، وهو مواليد 42، يعني لما فاز بالجائزة دي كان عمره 22 سنة. أيوة عزيزي المشاهد. في سنة 1999 توج بلقب رياض القرن، يعني 100 سنة أنت لعبتها ولا ما لعبتها، أنت البطل يا محمد. والغريب كان وين؟ من بين 56 ملاكم